الدايت مش حرمان. الكلمة دي سمعناها كتير قوي، بس هل بنعرف نطبقها صح ولا مجرد كلام؟ في دايما سؤال مهم جدا لازم تسألوه لنفسكم قبل أي أكل: أنا باكل ليه؟ هل أنا جعانة فعلا، ولا الخناقة اللي عملتها في الشغل النهاردة مخلياني عايزة أكل صينية البسبوسة اللي في التلاجة، ولا قاعدة فاضية ولوحدي فقلت أجيب كيلو كفتة يسليني مثلا؟ خليكوا صراحة مع نفسكم وانتوا بتجاوبوا السؤال، لأن أوقات كتير احنا بناكل مش جوع ولا حاجة، احنا بنتسلى أو بنهرب. هو للأسف بتبقى راحة مؤقتة وبعدها بتتقلب بتأنيب ضمير. هقولك ازاي تفرقي بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي. الجوع الحقيقي بيبتدي هادي وبنحس بالجوع تدريجي وبيزيد مع الوقت لو ما كلناش، ولو الفترة طولت من غير أكل بنحس بتعب أو عدم تركيز. أما الجوع العاطفي فبيجي فجأة ومن غير أي مقدمات، اللي هو أنا عايزة صينية الكنافة دي حالا يا إما هنهار. لو كنتي شاكة الجوع اللي عندك ده جوع عاطفي ولا حقيقي، جربي حاجة بسيطة قبل الأكل. خدي نفس عميق واشربي كوباية مية واسألي نفسك: هو أنا فعلا محتاجة أكل بجد، ولا محتاجة أشيل الضغوط النفسية اللي عليا؟ الأكل بوعي مهم جدا، والقرار دايما بيكون في ايدكم انتوا، مش في ايد طبق الكفتة اللي قدامكم.